والصلاة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه وتعظيمه له، ومن الملائكة وغيرهم طلب الزيادة له بتكثير أتباعه أو العلماء ونحوهم للعلم بتناهيه في كل شرف. هذا هو الصحيح. الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، كما جاء ذلك في صحيح البخاري عن أبي العالية رحمه الله تعالى قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. هذا هو الصحيح. وبعضهم يقول الصلاة هي الرحمة، هذا خطأ، وهذا أكثر من يتكلم في هذا الباب يقول ذلك، يقولون الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الرحمة، هذا خطأ. قال جل وعلا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فغاير بينهما، فدل على أن الرحمة شيء والصلاة شيء آخر. إذن فلا بد أن نتطلب تفسير كلمة الصلاة عليه من ربه تبارك وتعالى صلوات الله وسلامه عليه. فالتمسنا فوجدنا الأثر يدل على أن الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه هي ثناء الله جل وعلا عليه في الملأ الأعلى. وهذا خرجه البخاري عن أبي العالية رحمه الله تعالى، وهو الصحيح. نعم.